وسهلا يا 300,000 أهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور، يا نهار أبيض يا دكتور. وحالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الأعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الأعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجوده في المواني والمصانع واقفه. يا فرحة أمك بيك يا الاعلاف موجوده في المواني ما خرجتش لافراج جمرك. طب ليه يا عم؟ أصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت. هو في حاجة تاني؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجه تقرف لعن ابوك ولا تتكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف ماشي. انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنه ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحه وقله ادب. في قد إيه تقريبا خرجوا من سوق صناعة الدواجن؟ 40-45%. خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوه واحنا داخلين على رمضان. في رمضان المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، أنا موافق. الحقيقه ايوه الحقيقه يا مان الحقيقه. الشيء المصري. أهلا وسهلا يا 300,000 أهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور، يا نهار أبيض يا دكتور. وحالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الأعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الأعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجوده في المواني والمصانع واقفه. يا فرحة أمك بيك يا الاعلاف موجوده في المواني ما خرجتش لافراج جمرك. طب ليه يا عم؟ أصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت. هو في حاجة تاني؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجه تقرف لعن ابوك ولا تتكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف ماشي. انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنه ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحه وقله ادب. في قد إيه تقريبا خرجوا من سوق صناعة الدواجن؟ 40-45%. خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوه واحنا داخلين على رمضان. في رمضان المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، أنا موافق. الحقيقه ايوه الحقيقه يا مان الحقيقه. الشيء المصري. أهلا وسهلا يا 300,000 أهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور، يا نهار أبيض يا دكتور. وحالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الأعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الأعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجوده في المواني والمصانع واقفه. يا فرحة أمك بيك يا الاعلاف موجوده في المواني ما خرجتش لافراج جمرك. طب ليه يا عم؟ أصل ما فيش دولار.
الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تاني؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف لعن أبوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومه. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم الاول ونضيف، ماشي؟ انا زي بنتك. اصحاب المزارع توقفوا عن الانتاج. مهنة ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحة وقلة أدب. في قد ايه تقريبا خرجوا من سوق صناعة الدواجن؟ 45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، أنا موافق. الحقيقة أيوة، الحقيقة يا مان، الحقيقة. الشيء المصري. أهلا وسهلا يا 300,000 أهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنه وقت الكتاكيت اللي كانت طالعه يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. حالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكله في الاعلاف، طبعا عندنا مشكله في الاعلاف. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجوده في المواني والمصانع واقفه. يا فرحة أمك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني، ما خرجتش لفرج جمرك. طب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تاني؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف لعن أبوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومه. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم الاول ونضيف، ماشي؟ انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنة ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحة وقلة أدب. في قد ايه تقريبا خرجوا من سوق صناعة الدواجن؟ 45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، أنا موافق. الحقيقة أيوة، الحقيقة يا مان، الحقيقة. الشيء المصري. أهلا وسهلا يا 300,000 أهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنه وقت الكتاكيت اللي كانت طالعه يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. حالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكله في الاعلاف، طبعا عندنا مشكله في الاعلاف. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجوده في المواني والمصانع واقفه. يا فرحة أمك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني، ما خرجتش لفرج جمرك. طب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تاني؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف لعن أبوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومه. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم الاول ونضيف، ماشي؟ انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنة ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحة وقلة أدب. في قد ايه تقريبا خرجوا من سوق صناعة الدواجن؟ 45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، أنا موافق. الحقيقة أيوة، الحقيقة يا مان، الحقيقة. الشيء المصري.
اهلا وسهلا يا 300,000 اهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. وحالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الاعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الاعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لان خامات الاعلاف ما هياش موجوده في البلد. الحاجات موجوده في المواني والمصانع واقفه. يا فرحة امك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني ما خرجتش لافراج جمرك. طب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تاني؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا وبعدين تتصرفوا مع بعض. حاجه تقرف لعن ابوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف ماشي. انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنه ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحه وقله ادب. في قد ايه تقريبا خرجوا من سوق صناعه الدواجن؟ 40-45%. خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوه واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، انا موافق. الحقيقة ايوه الحقيقة يا مان الحقيقة. الشيء المصري. اهلا وسهلا يا 300,000 اهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. وحالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الاعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الاعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لان خامات الاعلاف ما هياش موجوده في البلد. الحاجات موجوده في المواني والمصانع واقفه. يا فرحة امك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني ما خرجتش لافراج جمرك. طب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تاني؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا وبعدين تتصرفوا مع بعض. حاجه تقرف لعن ابوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف ماشي. انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنه ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحه وقله ادب. في قد ايه تقريبا خرجوا من سوق صناعه الدواجن؟ 40-45%. خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوه واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، انا موافق. الحقيقة ايوه الحقيقة يا مان الحقيقة. الشيء المصري. اهلا وسهلا يا 300,000 اهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. وحالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الاعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الاعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لان خامات الاعلاف ما هياش موجوده في البلد. الحاجات موجوده في المواني والمصانع واقفه. يا فرحة امك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني ما خرجتش لافراج جمرك. طب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار.
الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تاني؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف عن ابوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف، ماشي؟ انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنه ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحه وقله ادب. في قد ايه تقريبا خرجوا من سوق صناعه الدواجن؟ 40 45%. خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، انا موافق. الحقيقة ايوه، الحقيقة يا مان، الحقيقة. أهلا الشيب المصري. اهلا وسهلا يا 300,000 اهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. وحالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الاعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الاعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لان خامات الاعلاف ما هياش موجوده في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة امك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني، ما خرجتش لافراج جمرك. طب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تاني؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف عن ابوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف، ماشي؟ انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنه ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحه وقله ادب. في قد ايه تقريبا خرجوا من سوق صناعه الدواجن؟ 40 45%. خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، انا موافق. الحقيقة ايوه، الحقيقة يا مان، الحقيقة. أهلا الشيب المصري. اهلا وسهلا يا 300,000 اهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. وحالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الاعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الاعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لان خامات الاعلاف ما هياش موجوده في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة امك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني، ما خرجتش لافراج جمرك. طب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تاني؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف عن ابوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف، ماشي؟ انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنه ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحه وقله ادب. في قد ايه تقريبا خرجوا من سوق صناعه الدواجن؟ 40 45%. خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، انا موافق. الحقيقة ايوه، الحقيقة يا مان، الحقيقة. أهلا الشيب المصري.
اهلا وسهلا يا 300 الف اهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. حالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الاعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الاعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة امك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني ما خرجتش لافراد جمرك. طب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تانية؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا وبعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف لعن أبوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف ماشي. انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنة ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحة وقلة أدب. في قد إيه تقريبا خرجوا من سوق صناعة الدواجن؟ 45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، أنا موافق. الحقيقة ايوه، الحقيقة يا مان، الحقيقة. الشيء المصري. أهلا وسهلا يا 300 ألف أهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. حالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الاعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الاعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة امك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني ما خرجتش لافراد جمرك. طب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تانية؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا وبعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف لعن أبوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف ماشي. انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنة ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحة وقلة أدب. في قد إيه تقريبا خرجوا من سوق صناعة الدواجن؟ 45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، أنا موافق. الحقيقة ايوه، الحقيقة يا مان، الحقيقة. الشيء المصري. أهلا وسهلا يا 300 ألف أهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. حالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الاعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الاعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة امك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني ما خرجتش لافراد جمرك. طب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار.
الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تاني؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف عن ابوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف، ماشي؟ انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنة ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحة وقلة أدب. في قد ايه تقريبا خرجوا من سوق صناعة الدواجن؟ 45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، أنا موافق. الحقيقة ايوه، الحقيقة يا مان، الحقيقة. الشيء المصري. أهلا وسهلا يا 300,000 أهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة، يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. وحالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الأعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الأعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة أمك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني، ما خرجتش لفرج جمرك. طب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تاني؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف عن ابوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف، ماشي؟ انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنة ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحة وقلة أدب. في قد ايه تقريبا خرجوا من سوق صناعة الدواجن؟ 45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، أنا موافق. الحقيقة ايوه، الحقيقة يا مان، الحقيقة. الشيء المصري. أهلا وسهلا يا 300,000 أهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة، يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. وحالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الأعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الأعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة أمك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني، ما خرجتش لفرج جمرك. طب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تاني؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف عن ابوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف، ماشي؟ انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنة ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحة وقلة أدب. في قد ايه تقريبا خرجوا من سوق صناعة الدواجن؟ 45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، أنا موافق. الحقيقة ايوه، الحقيقة يا مان، الحقيقة. الشيء المصري.
اهلا وسهلا يا 300,000 اهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. وحالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الأعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الأعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة امك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني ما خرجتش لفرق جمرك. طيب ليه يا عم؟ أصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تاني؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف لعن ابوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف ماشي. انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنه ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحه وقله ادب. في قد إيه تقريبا خرجوا من سوق صناعة الدواجن؟ 45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، انا موافق. الحقيقة ايوه الحقيقة يا مان الحقيقة. الشيء المصري. اهلا وسهلا يا 300,000 اهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. وحالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الأعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الأعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة امك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني ما خرجتش لفرق جمرك. طيب ليه يا عم؟ أصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تاني؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف لعن ابوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف ماشي. انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنه ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحه وقله ادب. في قد إيه تقريبا خرجوا من سوق صناعة الدواجن؟ 45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، انا موافق. الحقيقة ايوه الحقيقة يا مان الحقيقة. الشيء المصري. اهلا وسهلا يا 300,000 اهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. وحالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الأعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الأعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة امك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني ما خرجتش لفرق جمرك. طيب ليه يا عم؟ أصل ما فيش دولار.
الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تانية. هو ينفع؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف عن أبوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف، ماشي؟ انا زي بنتك. اصحاب المزارع توقفوا عن الانتاج. مهنه ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحه وقله ادب. في قد ايه تقريبا خرجوا من سوق صناعة الدواجن؟ 45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان في رمضان المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، انا موافق. الحقيقة ايوه، الحقيقة يا مان، الحقيقة. أهل الشبه المصري. اهلا وسهلا يا 300,000 اهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة. يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. وحالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الاعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الاعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة امك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني، ما خرجتش لافراج جمرك. طب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تانية. هو ينفع؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف عن أبوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف، ماشي؟ انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنه ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحه وقله ادب. في قد ايه تقريبا خرجوا من سوق صناعة الدواجن؟ 45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان في رمضان المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، انا موافق. الحقيقة ايوه، الحقيقة يا مان، الحقيقة. أهل الشبه المصري. اهلا وسهلا يا 300,000 اهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة. يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. وحالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الاعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الاعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة امك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني، ما خرجتش لافراج جمرك. طب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تانية. هو ينفع؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف عن أبوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف، ماشي؟ انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنه ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحه وقله ادب. في قد ايه تقريبا خرجوا من سوق صناعة الدواجن؟ 45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان في رمضان المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، انا موافق. الحقيقة ايوه، الحقيقة يا مان، الحقيقة. أهل الشبه المصري.
اهلا وسهلا يا 300 الف اهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. وحالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الاعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الاعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة امك بيك يا الاعلاف موجوده في المواني ما خرجتش لافراج جمرك. طب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تاني؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف لعن ابوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف، ماشي؟ انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنه ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحه وقله ادب. في قد إيه تقريبا خرجوا من سوق صناعة الدواجن؟ 45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، انا موافق. الحقيقة ايوه الحقيقة يا مان الحقيقة. الشيء المصري. اهلا وسهلا يا 300 الف اهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. وحالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الاعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الاعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة امك بيك يا الاعلاف موجوده في المواني ما خرجتش لافراج جمرك. طب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تاني؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف لعن ابوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف، ماشي؟ انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنه ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحه وقله ادب. في قد إيه تقريبا خرجوا من سوق صناعة الدواجن؟ 45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، انا موافق. الحقيقة ايوه الحقيقة يا مان الحقيقة. الشيء المصري. اهلا وسهلا يا 300 الف اهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. وحالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الاعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الاعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة امك بيك يا الاعلاف موجوده في المواني ما خرجتش لافراج جمرك. طب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار.
الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تاني؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف لعن ابوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف، ماشي؟ انا زي بنتك. اصحاب المزارع توقفوا عن الانتاج. مهنه ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحه وقله ادب. في قد ايه تقريبا خرجوا من سوق صناعة الدواجن؟ 40-45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، انا موافق. الحقيقة ايوه، الحقيقة يا مان، الحقيقة. الشيء المصري. اهلا وسهلا يا 300,000 اهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. حالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الاعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الاعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة امك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني، ما خرجتش لافراج جمرك. طب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تاني؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف لعن ابوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف، ماشي؟ انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنه ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحه وقله ادب. في قد ايه تقريبا خرجوا من سوق صناعة الدواجن؟ 40-45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، انا موافق. الحقيقة ايوه، الحقيقة يا مان، الحقيقة. الشيء المصري. اهلا وسهلا يا 300,000 اهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. حالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الاعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الاعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة امك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني، ما خرجتش لافراج جمرك. طب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تاني؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف لعن ابوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف، ماشي؟ انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنه ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحه وقله ادب. في قد ايه تقريبا خرجوا من سوق صناعة الدواجن؟ 40-45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، انا موافق. الحقيقة ايوه، الحقيقة يا مان، الحقيقة. الشيء المصري.
اهلا وسهلا يا 300 الف اهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. حالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الاعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الاعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة امك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني ما خرجتش لافراج جمرك. طب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تاني؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا وبعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف عن ابوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف ماشي. انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنة ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحة وقلة أدب. في قد إيه تقريبا خرجوا من سوق صناعة الدواجن؟ 45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، أنا موافق. الحقيقة ايوه الحقيقة يا مان الحقيقة. أهلا الشيب المصري. اهلا وسهلا يا 300 الف اهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. حالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الاعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الاعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة امك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني ما خرجتش لافراج جمرك. طب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تاني؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا وبعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف عن ابوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف ماشي. انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنة ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحة وقلة أدب. في قد إيه تقريبا خرجوا من سوق صناعة الدواجن؟ 45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، أنا موافق. الحقيقة ايوه الحقيقة يا مان الحقيقة. أهلا الشيب المصري. اهلا وسهلا يا 300 الف اهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. حالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الاعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الاعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة امك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني ما خرجتش لافراج جمرك. طب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار.
الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تاني؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف لعن أبوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف، ماشي؟ انا زي بنتك. اصحاب المزارع توقفوا عن الانتاج. مهنه ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحه وقله ادب. في قد ايه تقريبا خرجوا من سوق صناعه الدواجن؟ 45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، انا موافق. الحقيقة ايوه، الحقيقة يا مان، الحقيقة. الشيء المصري. اهلا وسهلا يا 300,000 اهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. وحالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الأعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الأعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لان خامات الاعلاف ما هياش موجوده في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة امك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني، ما خرجتش لفرق جمرك. طب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تاني؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف لعن أبوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف، ماشي؟ انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنه ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحه وقله ادب. في قد ايه تقريبا خرجوا من سوق صناعه الدواجن؟ 45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، انا موافق. الحقيقة ايوه، الحقيقة يا مان، الحقيقة. الشيء المصري. اهلا وسهلا يا 300,000 اهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. وحالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الأعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الأعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لان خامات الاعلاف ما هياش موجوده في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة امك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني، ما خرجتش لفرق جمرك. طب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تاني؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف لعن أبوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف، ماشي؟ انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنه ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحه وقله ادب. في قد ايه تقريبا خرجوا من سوق صناعه الدواجن؟ 45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، انا موافق. الحقيقة ايوه، الحقيقة يا مان، الحقيقة. الشيء المصري.
اهلا وسهلا يا 300 الف اهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. وحالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الاعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الاعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة امك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني ما خرجتش لافراج جمرك. طيب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تانية؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف عن ابوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف ماشي. انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنة ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحة وقلة أدب. في قد إيه تقريبا خرجوا من سوق صناعة الدواجن؟ 45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، أنا موافق. الحقيقة ايوه الحقيقة يا مان الحقيقة. أهلا الشيء المصري. اهلا وسهلا يا 300 الف اهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. وحالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الاعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الاعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة امك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني ما خرجتش لافراج جمرك. طيب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تانية؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف عن ابوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف ماشي. انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنة ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحة وقلة أدب. في قد إيه تقريبا خرجوا من سوق صناعة الدواجن؟ 45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، أنا موافق. الحقيقة ايوه الحقيقة يا مان الحقيقة. أهلا الشيء المصري. اهلا وسهلا يا 300 الف اهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. وحالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الاعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الاعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لأن خامات الأعلاف ما هياش موجودة في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة امك بيه يا الاعلاف موجوده في المواني ما خرجتش لافراج جمرك. طيب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار.
الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تاني؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف عن أبوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف، ماشي؟ انا زي بنتك. اصحاب المزارع توقفوا عن الانتاج. مهنه ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحه وقله ادب. في قد ايه تقريبا خرجوا من سوق صناعه الدواجن؟ 45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، انا موافق. الحقيقة ايوه، الحقيقة يا مان، الحقيقة. الشيء المصري. اهلا وسهلا يا 300,000 اهلا وسهلا. صناعة الدواجن في مصر بتلفظ أنفاسها الأخير. فتنة وقت الكتاكيت اللي كانت طالعة يا دكتور يا نهار ابيض يا دكتور. وحالات إعدام جماعية للكتاكيت. كله بيقول لك ان بسبب نقص الاعلاف. عندنا مشكلة في الاعلاف، طبعا عندنا مشكلة في الاعلاف. لا يا عم عيب يا عم. ليه؟ لان خامات الاعلاف ما هياش موجوده في البلد. الحاجات موجودة في المواني والمصانع واقفة. يا فرحة امك بيك يا الاعلاف موجوده في المواني، ما خرجتش لفرج جمرك. طب ليه يا عم؟ اصل ما فيش دولار. الموضوع مش موضوع الكتاكيت بس اللي اتعدمت، هو في حاجه تاني؟ هو ينفع؟ طب ما تدخلوا بعدين تتصرفوا مع بعض. حاجة تقرف عن أبوك ولا تكلم. المنتجين خرجوا من المنظومة. بص بقى يا عم جوده، هنتكلم من الاول ونضيف، ماشي؟ انا زي بنتك. أصحاب المزارع توقفوا عن الإنتاج. مهنه ما بقاش ليها احترامها، دلوقتي بقى في بجاحه وقله ادب. في قد ايه تقريبا خرجوا من سوق صناعه الدواجن؟ 45% خرج تقريبا 50%. فده عمل فجوة واحنا داخلين على رمضان. في رمضان؟ في رمضان؟ المشكلة تتلخص في أن صناعة الدواجن بتحكمها العشوائية في مصر. حلو ده، انا موافق. الحقيقة ايوه، الحقيقة يا مان، الحقيقة. الشيء المصري.